جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فسألهم مبتدئا بأبي بكر: ماذا تحب من الدنيا؟ قال أبو بكر: أحب منها ثلاث: الجلوس بين يديك والنظر إليك وإنفاق مالي عليك. قال: وأنت يا عمر؟ قال: أحب منها ثلاث: قال: قولا بالمعروف ولو كان سرا، وناهيا عن المنكر ولو كان جهرا، وقول الحق ولو كان مرا. قال: وأنت يا عثمان؟ قال: أحب منها ثلاث: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة في الليل والناس نيام. قال: وأنت يا علي؟ قال: أحب منها ثلاث: إكرام الضيف والصوم في الصيف وضرب العدو بالسيف. قال: وأنت يا أبا ذر؟ قال: أبا ذر: أحب منها ثلاث: الجوع والمرض والموت. فقال: لماذا؟ فقال: أحب الجوع ليرق قلبي، وأحب المرض ليخف ذنبي، وأحب الموت كي ألقى ربي. حينئذ نزل سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: وأنا أحب من دنياكم ثلاث: إبلاغ الرسالة وآتاء الأمانة وحب المساكين. ثم صعد إلى السماء ونزل مرة أخرى وقال: الله يقرأكم السلام ويقول: وأنا أحب من دنياكم ثلاث: لسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا.